ازيكم يا صف اولى اعدادي، اخباركم ايه؟ يلا بينا نبدأ منهج الترم الاول رياضيات. ومعانا اول درس في المنهج التناسب. درس التناسب، قبل ما نبدأ في كلمة التناسب ومعرفة كلمة التناسب، اول حاجة لازم افتكر حاجة اسمها النسبة. طبعا النسبة دي مش غريبة علينا، اخدناها في مراحل الابتدائي. النسبة دي عبارة عن ايه؟ هي مقارنة بين كلمتين او مقدارين في نفس النوع. تمام؟ يعني ازاي؟ يعني انا مثلا بيكون عندي نسبة مثلا 15/30. ممكن 15 كيلو على 30 كيلو، وهما الاتنين من نفس النوع، نفس الكمية. يعني لو انا فوق مسافة يبقى تحت مسافة. لو انا فوق كمية مثلا لتر اي حاجة هتبقى تحت لتر. فدي اسمها النسبة. طيب، النسبة دي عشان اجيب نسبة مكافأة ليها عندي طريقتين، لا في طريقة القسمة لا في طريقة الضرب. طب هل ينفع استخدم مع كل النسب الطريقتين؟ على حسب النسبة. ازاي؟ في نسبة بيجيبها لي هو في ابسط صورة، فما ينفعش استخدم معاها على الاسم. ليه؟ لان هي في ابسط صورة عامة، فخلاص طول ما هي في ابسط صورة ما بقدرش استخدم معاها القسمة. طب امتى ممكن استخدم القسمة والضرب؟ في الحالة زي كده، ده كسر مش في ابسط صورة، فممكن استخدم مع القسمة والضرب. طب لو كان في ابسط صورة استخدم الضرب فقط. طب ادينا مثال يا مس وفهمينا اكتر. يعني مثلا ال 15/30 عشان اجيب النسبة المكافأة ليها هقول مرة، ثواني، مرة هقسم 15/30، هقسم فوق وتحت على 15. 15/15 فيها الواحد، 30/15 فيها الاتنين، يبقى الإجابة نص. يبقى ان 1/2 نسبة مكافأة للايه؟ لل15/30 دي بالقسمة. طب الضرب، انا ممكن اقول 15/30 مثلا هضرب في 2. 15 في الاتنين ب30، 15 و30 في الاتنين ب60. دي برضو نسبة مكافأة للنسبة 15/30، يبقى برضو يساوي 30/60. يعني ايه قصدك يا مس؟ يعني ال 15/30 بتساوي 1/2 بتساوي برضو 30/6. دول اسمهم نسب متناسبة. نسب متناسبة. ليه متناسبين؟ لان هما لو حطيتهم كلهم في وضع ابسط صورة هتلاقوهم نفس الكسر. تمام؟ يعني انا لو جيت بسطت الكسر ده او الكسر ده هتلاقيهم كلهم في الاخر النص. تمام؟ طب انا يا مس مش كنت هنا مثلا مش عايزه اقسم على 15، هقسم على 5، اقسم على 5 برضه وهي نفس الاجابه. يعني ده مثلا لو قسمت على 5 برضه اهو 15/30، قسمت هنا على 5 وهنا على 5. 15/5 فيها الكام؟ فيها التلاتة. و30/5 فيها الكام؟ فيها الستة. 3/6 يبقى اهو 3/6 برضه بتساوي 3/6. يبقى النسب دي كلها متساوية. النسب دي كلها متساوية، ودي اسمها نسب متناسبة، لان هما كلهم لما يجي احطهم في ابسط صورة هتلاقيهم كلهم نفس النسبة. تمام؟ طيب، مفهوم التناسب يا ولاد هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن تساوي نسبتين او معدلين او اكتر. يعني زي ما جبنا في المثال اللي فات، ان انا يديني نسبتين متساويين زي كده. 2/6 مثلا تساوي 1/3. دول نسبتين ايه؟ متساويين. فاذا ايه؟ اذا بقول عليهم نسبتين متناسبين. متناسبين يعني متساويين. تمام؟ طب، او ممكن يجيب لي معدلين. يعني معدلين يعني مثلا 50 إيه، مثلا لما يجيب لي 50 كيلو متر على 5 ساعات بيساوي كام؟ مثلا هقسم هنا على، او هقسم او اضرب براحتك الاتنين. مثلا هو جابها لي هنا في 3، يبقى 150 كيلو متر نضرب في 3 تبقى 15 ساعة.
النسبتين دول متناسبين، لان زي المعدل، هنا الكيلو متر في البسط وهنا الكيلو متر في البسط، هنا ساعة في المقام وهنا ساعة في المقام، نفس الوحدة الموجودة في البسط نفس الوحدة الموجودة في البسط اللي قصاده، نفس الوحدة اللي بقيس بيها في المقام هنا نفس الوحدة اللي بقيس فيها في المقاس. ده اسمه ايه؟ معدل. ده اسمه معدل. ليه؟ لاني بقيس حاجة زي قد بعض، يعني انا بقيس هنا كيلو متر هنا كيلو متر، هنا بقيس ساعة هنا بقيس ساعة، تمام؟ هنا بقارن حاجتين مع بعض بس هما الاتنين نفس الحاجة، نفس الوحدة، نفس ايه الوحدة، فده اسمه معدل. فانا كده عملت ايه؟ معدلتين، يعني عملت نسبتين متناسبين. هتخيل يا ولاد لو انا معايا كسر A على B بيساوي C على D. A على B يعني ايه؟ هما كميات، يعني انا عندي ارقام مجهولة A على B و C على D، دول قالك ان دول نسبتين متناسبين او دول تناسب. بقول عليهم ايه بقى؟ بقول عليهم الكميات D و C و B و A كميات متناسبة، تمام؟ طيب عندي دول بقول عليهم كلمة الوسطين، دول اسمهم الوسطين اللي هي B و C. طيب وايه تاني؟ و A و D بقول عليهم الطرفين، تمام؟ يبقى C و B اللي هم في النص دول اسمهم الوسطين، و A و D الطرفين، تمام؟ طب ليه الكلام ده يا مس؟ لان هحتاجهم ان انا هعرف ازاي اعمل حاصل ضرب لو انا جاب لي نسبتين، عايز اعرف النسبتين دول متناسبتين ولا لا. طب هو هيجيب لي صور النسب بالشكل ده فقط؟ لا، هو ممكن يجيبهم لي بصوره تاني. ازاي؟ ممكن يجيب لي A الى B و C الى D، A الى B يساوي C الى D، هي دي هنا في صورة كسر وهنا في صورة تانية. احنا طبعا واخدين قبل كده في الصف السادس الابتدائي لما قلنا ان النسبة ليها كام صورة؟ 3 صور. الصورة الاولى صورة الكسر، صورة الالى اللي هي بقول فيها مثلا A الى B، كلمة النقطتين دول معناها الى، اللي هي بقول A الى B يساوي C الى D. دي هي دي التلاتة هم نفس النسبة، بس بعبر عنهم بالثلاث طرق، دي طريقة ودي طريقة ودي طريقة. طبعا هو معظم الشغل هيبقى على الطريقتين دول، الطريقة دي والطريقة دي، تمام؟ الطريقة دي مش متكررة كتير في صف الأولى إعدادي. طب لو جاب لي نسبتين زي كده وقال لي هل النسبتين دول يتمثل تماثل او لا، تناسب سوري ولا لا، هعمل ايه؟ عارفين ان احنا قلنا عليهم طرفين ووسطين؟ هعمل ايه؟ هضربهم في بعض، اقول ضرب حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين، حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين. يعني هقول 4 في 6 و3 في 8. 4 في 6 بكام؟ ب24، و3 في 8 ب24. هل 24 تساوي 24؟ طبعا. يبقى اذا النسبتين ايه، او النسبة ايه؟ النسب تمثل تناسب. يبقى النسب دول بتمثل ايه؟ تناسب، لان النسبتين عطولي نفس الناتج. مثال تاني، لو اعطاني مثلا عطاني نسبتين زي كده، هعمل ايه؟ لو فاكرين في الصف السادس او في الصف الخامس لما اخدنا ازاي بنرفع الكسر، هرفع الكسر هنا، هرفع ازاي الكسر؟ اضرب دول في بعض واجمعهم مع البسط،
يبقى اقول له اول حاجة الاربعة زي ما هي تحت، واربعة في الواحد وباربعة زائد واحد 5. يبقى دي بقت كده ودي بقت كده زي ما هي التانية، ما عملتش حاجة فيها. بعد كده ايه، اضرب وسطين وفي طرفين، او قصدي طرفين في وسطين. طيب لما اجي اضرب هقول 5 في 8، وهنا 4 في 10. 5 في 8 بكام؟ ب40. و4 في 10 ب40. طب يبقى كده بيساووا بعض ولا مش بيساووا بعض؟ بيساووا بعض. يبقى اذا مالهم؟ نسب متناسبة، او ايه، النسب يمثل نسب يمثل تناسبا. طيب مثال تاني، لو انا جاب لي مثلا نسبة في صورة كسر ونسبة تانية في صورة عدد عشري، هعمل ايه؟ لازم احول العدد العشري الى ايه، نسبة. فهتبقى 3/5 بيساوي 4/10. مش يساوي، احنا نضرب الطرفين في بعض والوسطين في بعض، تبقى 3/10 و5/4. 3/10 ب30. 5/4 ب20. طب هل ال30 تساوي 20؟ لا طبعا ما بتساويش. فيبقى اذا ايه، النسب مالها؟ لا يمثل تناسب. يبقى النسب لا تمثل تناسبا. تمام، الجزئية دي اتفهمت؟ في اي مشاكل؟ طب تعال نحل على الجزء اللي خدناه دلوقتي. بيقول لك اختار الإجابة الصحيحة بين الإجابات المعطاة. أي يمثل نسبة تناسبا. أول حاجة هنا نضرب 3 في 3 ب9، 5 في 5 ب25. هل 25 بتساوي 9؟ لا طبعا. 7 في 8 بكام؟ 7 في 8 بتساوي 56. طب و4 في 14، 4 في 4 ب16، 6 ومعايا الواحد، و4 في 4 في 1 ب4، ومعايا واحد، يبقى كام؟ 5. طب يبقى اذا دول متناسبين، يبقى بقى تمام. هنا 3 في 10 في 6 ب60. 3 في 5 ب15، طبعا غير متناسبين. 3 في 6 ب18، و2 في 4 ب8، فغير متناسبين. يبقى الإجابة بقى تمام. طب السؤال اللي بعده، أي مما يلي يمثل تناسبا. 3 كيلو جرام من الموز ب54، و5 كيلو جرام من الموز يساوي 80. هل النسب تبقى متناسبة ولا لا؟ هقول له 3/54 و5/80. انا لو ضربت هنا يا ولاد 3 في 80 وضربت 54 في 5، 3 في 80 يبقى ايه؟ 3 اهو 80 في 3 و5/54. 3 في الصفر بصفر، 3 في 8 ب24. هنا طيب هنا 4 في 5 ب20، صفر ومعايا 2، و5 في 5 ب25، ومعايا 2 27. هل هما كده متناسبين؟ لا طبعا مش متناسبين. يبقى هل يمثل تناسبا؟ اقول له لا. لو ان السبب اقول له حاصل ضرب الطرفين لا يساوي حاصل ضرب الوسطين. تمام. طيب اللي بعد كده، المثال اللي بعده، حاول توقف الفيديو وحله وبعدين تعالى اتأكد معايا من الحل. هنا بيقول لك 10 أهداف من 12 محاولة، و12 هدف من 18 محاولة. تعالى نشوف هل هيديني نفس الإجابة ولا لأ. هنا هقول 10/12، و12 على 18. هضرب دول في بعض وهضرب دول في بعض. 10 في 18 ب180، و12 في 12 ب144. هل دول يساووا بعض؟ لا ما بيساووش بعض. يبقى هل يمثل تناسبا؟ ليسوا تناسب، يبقى لا. تمام.
يلا المثال اللي بعده. 3 كتب في شهرين، وقرأ 9 كتب في 6 أشهر. يبقى 3 على 2 و9 على 6 أضرب في بعض. 3 في 6 ب18 و2 في 9 ب18. يبقى هل دول متساويين؟ طبعا متساويين. يبقى أقول له إيه؟ نعم متناسب. تمام، أو يمثل تناسب. اللي بعدها المثال اللي بعده 144 نبضة في دقيقتين. يبقى 144 في دقيقتين و210 في 3 دقائق. يبقى هضرب 200. طب يا مثلا انا ارقام كبيره ومش هقدر اضربها، لو تعرف تبسطها بسطها. ازاي؟ حط الكسر ده في ابسط صوره وحط الكسر ده في ابسط صوره. لو لقيتهم هما الاثنين نفس الاجابه يبقى تمام. تعال انا هعملها لك معاك، خليك معايا كده. اهو مثلا عندك طريقتين للحل، لا تبسط الكسر ده وتبسط الكسر ده وتحطه في ابسط صوره وتشوفهم بيساوي بعض. لا مثلا هنا هقسم على 3 وهنا هقسم على 3. تمام. لما هقسم هنا على 3 الصفر ينزل. تمام. 21 على 3 فيها صفر، على 3 فيها صفر، 21 على 3 فيها 7. طيب و3 على 3 فيها الواحد، 3 على 3 فيها الواحد. يبقى الإجابة هنا 70. طب هنا هقسم على كام؟ هقسم هنا على 2 وهنا على 2. يبقى هتساوي 244. مش عارفة همشيها ازاي. مثلا اقول 1 على 2 ما ينفعش، 14 على 2 فيها 7، 4 على 2 فيها 2، و2 على 2 فيها 1. طب يبقى هنا الإجابة 72. هل ال70 بتساوي 72؟ لا طبعا ما تساويهاش. يبقى نسبتين غير متناسبين. يعني مثلا لا انا عايزه احلها ضرب، حليها ضرب مش هيحصل مشكله. اهو اضربي 2 في 210. الصفر في الاتنين بصفر، 2 في الواحد بواحد، 2 في 2 ب4، وهنا 3 في 144. 1 في 3 ب3، 1 في 4 ب12، 2 ومعايا الواحد، و3 في 4 ب12 ومعايا واحد 13. ثواني كده. بصوا يا ولاد، هتبقى 3 في 4 بضرب الأحاد الأول، معلش سوري كده، بضرب الأحاد الأول تبقى 12 ومعايا الواحد، واضرب الأحاد 3 في 4 ب12 ومعايا واحد 13، 3 ومعايا الواحد، 3 في الواحد ب3 ومعايا واحد 4. طبعا مختلفين. تمام. إذا دي لا تمثل تناسبا، إذا لا تمثل تناسبا. تمام. طيب لما يجي هنا يسألني يقول لي أي النسب التالية تكون متناسبة مع النسبة 16 على 14 على 64. هنا يا ولاد عايز إيه؟ هنا عايز نسبة مكافأة. النسبة المكافأة للنسبة دي زي ما بدأت في أول حصة، لا تجمع لا تضرب، قصدي سوري، لا تضرب لا تقسم. هعمل إيه هنا؟ مثلا ممكن هقسم على إيه؟ على 16. 16 على 16 فيها الواحد، و64 على 16 فيها الأربعة. فيبقى الاختار هتبقى 1 على 4. الإجابة 1 على 4. دي نسبتها التناسبية. تمام. طيب ايه تاني ممكن نسبة التناسبية ليها؟ يبقى مفيش اي نسبة تانية تناسبية ليها. تمام. دي الإجابة بتاعتها. طيب السؤال بتاعها أي من العلاقات المبينة في كل مما يلي تمثل تناسبا. اختار ازاي ان التناسب؟ فهمتش ازاي يا مس اجيب. مش احنا قلنا النسبة بتمشي مع بعضيها ازاي؟ يعني انا لو معي نسبة مثلا 2 على 5، لما اجي اضرب فوق مش بضرب فوق مثلا في 3، هضرب تحت في 3. ينفع اضرب فوق في 3 وتحت اضرب في 5؟ لا غلط. لازم العدد اللي اضرب فيه فوق اضرب هو تحت. يعني العددين بيبقوا ماشيين مع بعض في نفس الاتجاه، بنفس الزيادة بنفس النقصان. يبقى انا لما عايزه اعرف انهي فيهم اللي يمثل تناسبا وايه ليس تمثل تناسبا، طبعا بصوا من غير تفكير اللي هتلاقيه ماشي مع نفس الرينج او نفس طريقه معينه هو اللي بتمثل عندي تناسبا. طب يعني اول واحده دي لا تمثل، لا طبعا. بص هنا الانحناء ده يعني معنى ايه؟ يعني مش ثابته، مش ماشيه برينج معين. طب هنا برضو لا.
تمام. يبقى اذا لو انا لقيت المستقيم، طيب بص، اول حاجه عشان نتعرفها في موضوع الرسم البياني زي كده، لازم اول حاجه ان اللي عشان اعرف ان العلاقه دي متناسبه ولا لا، لازم ابص راس المستقيم فين. لو هنا عند نقطه الاصل ده ممكن يبقى متناسب. طب لو مش عند نقطه الاصل يبقى ايه؟ يبقى مش متناسب. طب في حاجه تاني، ابص على هنا منحنى مش مستقيم. لو مستقيم كده هقول عليه متناسب، ده مش متناسب لانه منحنى. هنا حصل زي حد زاد وحد نقص، لا هو لازم هما اتنين يزيدوا مع بعض، اللي هما اتنين ينقصوا مع بعض. تمام. فيبقى دي غير ايه؟ غير متناسب. وهنا برضو غير متناسب. طب هنا الراس عندي الصفر وماشيين مع بعض يا مس في نفس الاتجاه وماشيين في خط مستقيم، يبقى ده ايه؟ تناسبا. ده يمثل تناسبا. دي الوحيدة اللي تمثل ايه؟ تناسبا. طب دي ده هنا الراس بتاعها عندي الواحد مش عندي الصفر، يبقى دي لا تمثل تناسبا. تمام. فبالنسبة للجزء بتاع البياني هو كده، ان انا الحالة الوحيدة عندي اللي هو بيبقى راسه عند الصفر اللي هي نقطة الاصل، صفر وصفر، وبيمشي في خط مستقيم مش مايل، مش ان منحنى كده يعني. تمام. طيب ممكن يجيب لي زي كده برضو 4 نسب بالشكل ده. احنا فاكرين في الشرح انا قلت النسبة ممكن A على B، A على B يساوي C على D. قلنا بنكتبها A و B و C و D بنفس الترتيب يا ولاد، بنفس الترتيب. بكتب ال A الأول وبعدها ال B وبعدها ال C وبعدها D. ليه يا مس الترتيب بيختلف؟ لو الترتيب اختلف وضع الحرف أو وضع الرقم أو وضع الهنية اتغير. تمام. يعني أنا هنا مثلا في دي عايز بيقول هل الكميات دي متناسبة ولا لا. هعرفها ازاي؟ هكتب اذا كانت متناسبة ولا لا. فهكتبها ازاي؟ هكتب هنا دولة معناها 5 على 8، وهنا 15 على 24. فانا عايزه اعرف النسبتين دول متناسبين ولا لا. فانا هعمل ايه؟ بضرب الطرفين في بعض والوسطين في بعض. فانا الطرفين عندي اللي هما مين؟ الخمسة وال24، والوسطين ال15 في 8. يبقى انا عرفت دلوقتي 5 يعني 5 في ال15، 5 سوري في الخمسة في ال24، وايه؟ و8 في 15. طيب 4 في ال5 ب20، صفر ومعايا ال2، و5 في ال2 ب10 ومعايا 2 12. 8 في ال5 ب40، صفر ومعايا ال4، و8 في الواحد ب8 ومعايا 4 يبقى 12. يبقى هل كده متساويين؟ متساويين. يبقى دي اول واحدة متناسبة. طب ممكن احل يا مس من غير ما اعمل صورة كسر؟ اسهلها لي. طب طول ما هنا كده هعمل ايه؟ التانية بقى نفس الفكرة، بس انا هعمل ايه؟ هنا هضرب على طول الطرفين في بعض والوسطين في بعض. على طول طرفين في بعض والوسطين في بعض، يعني في الاطراف مع بعضهم والوسطين مع بعضهم. يبقى اقول له 12 في 18 و27 في 16. طيب ضربتهم طلع 216 و432. طبعا انا اختصرت عمليه الضرب مع نفسي عشان خاطر الوقت ما يطولش عليكم. طبعا الاجابه غير مختلفه، مختلفين عن بعض، يبقى الكميه غير ايه؟ لست تناسب او لا يمثل تناسب. تمام. يبقى هنا لست تناسب او لست متناسب. ماشي. طيب السؤال اللي بعده. خلاص احنا عرفنا المسألة اللي بعديها اللي هنحل كسر في صورة كسر. لما نحل على طول ضرب ايه؟ لو قال لي اكتب التناسب، يعني انا عايزة في صورة 7 على 8 بيساوي، او مش هيساوي يعني، واللي هو احط علامة هنا عشان لسه احنا معرفش يساوي ولا لا. 14 على 15 ده لو عايز صورة اكتب التناسب. تمام. طيب انا هختصر على نفسي عشان المكان والوقت. هضرب ال17 في ال15 و14 في 8. طب ضربتهم طلع 17 في 15 بكام؟ وادي 17 وانا 7 كاتباها، معلش 7 ثواني. يبقى هنا دي
7 في 15 هتبقى 105، و8 في 14 112. فكده هنا طبعا كميات غير متناسبة. هسيب لكم السؤال 4 تحلوه وتبعتوه لي في التعليقات. نكمل مع بعض. طب لو جاب لي مثال زي كده وقال لي اوجد المجهول. مين المجهول اللي عندي هنا؟ اكس. عشان اجيب قيمة المجهول بستخدم عملية التناسب. انا بعرف ان عملية التناسب في الحوار ده بيعمل ايه؟ بيخلي لي الوسطين بيساوي حاصل ضرب الوسطين بيساوي حاصل ضرب الطرفين. فهستخدم الحتة دي في ان انا اجيب قيمة المجهول. ازاي يا مس؟ زي ما اخدنا هنقول 3 في 20 واكس في 4. طيب هتبقى 4 اكس، عشان 4 في اكس بيساوي 3 في 20. هنا دي اكس اهي عشان بس محدش يتزاول، ودي دي علامة الضرب، دي غير دي. تمام. طب 4 اكس هقسم هنا على 4 وهنا على 4. ليه يا مس؟ عشان انا لازم الاكس دي لوحديها، فانا بخلص المعامل بتاعها اللي هو 4 بشيل هنا 4 على 4 فيها الواحد. طب بعد كده اقول لي 4 على 4 فيها الواحد، 20 على 4 فيها الخمسة. طب يتفضل معايا 5 في 3 ب15، يبقى اكس قيمة اكس كام؟ بيساوي 15. كده انا جبت قيمة اكس. تمام. طب مثال اللي بعده، هنا جايب لي النسبة التناسبية علامة مئوية. 25% عبارة عن ايه؟ 25% عبارة عن 25 على 100، يبقى اكس تساوي 8 25 على 100. انا ممكن اكتبها كده 25 على 100، او ممكن اكتب مكان دي، ممكن اكتب على طول ربع، لان انا حافظين ان 25% بتساوي ربع. ربع، او تكتبها في نسبة مئوية عادي، اللي اسهل لك عادي براحتك. تمام. انا هشتغل على كأنها ربع، فاضرب اكس في 4 و8 في 1 عشان تبقى اسهل لي بالنسبة لي في الضرب. فتبقى 4 اكس بيساوي 1 في 8 ب8. هقسم هنا على 4 وهقسم هنا على 4. 4 على 4 فيها الواحد تبقى اكس، و8 على 4 فيها الاتنين، يبقى الإجابة اكس ب2. تمام. طيب تعال بقى نجيب قيمة المجهول. هنا عايز يعرف ايه النسبة هنا المفروض تتكتب. فانا هقول له ايه؟ بصوا 15 في 48. 15 انا هكتب المجهول ده كأنه اكس اهو، ده اكس ماشي في 48. طب وال 72 المفروض انا بضربها في اكس وبعد كده بقسم عليها، فانا هقسم عليها على طول. تمام. دي طريقة اسهل واسرع. طيب بعد كده اقول له ايه؟ يبقى اللي بيتضرب في اكس بقسم عليه، اللي بيتضرب في اكس بقسم ايه عليه. هنا بقسم هنا على كام؟ هنا على 12. هقسم فوق وتحت على 12. على 12 فيها الأربعة، على 12 فيها الستة. طيب كده في ابسط صورة؟ لا، ممكن تتبسط اكتر من كده. هنا على الأربعة على الاتنين فيها الاتنين، وهنا على الاتنين فيها التلاتة. طب مع التلاتة فيها الواحد، وهنا على التلاتة فيها الخمسة. فضل معايا 2 في الخمسة. 2 في الخمسة بكام؟ ب10. يبقى اكس بتساوي 10. لازم تتعلم طريقة التبسيط يا ولاد، لان دي هتسهل معاك كتير، وهتخلي عملية الضرب اسهل. لو انت كمان مش معاك آلة حاسبة هتبقى اسرع لك واسهل، وانا افضل ان انت ما تستخدمش الحاسبة عشان ما توقفش دماغك كتير. طيب تعال نحل برضو دي. هعمل ايه؟ بضرب 5 في الاكس زائد ناقص 1 و3 في 10. طيب انا يا مس هخلي الاكس ناقص 1 زي ما هي. تمام. وهقول 3 في 10. تمام. واللي المفروض يتضرب في الاكس او يتضرب في الجزء ده هخليه تحت. غلط ولا صح؟ صح، مش اي مشكله. يبقى انا الطرف اللي هيبقى مع الاكس قسمت عليه وريحت دماغي. ليه؟ عشان ما يلخبطنيش في عمليه الطرح والجمع بتاعتي. طيب هقول على 5 فيها الواحد، على 5 فيها الاتنين. 2 في 3 ب6. يبقى اكس ناقص 1 بيساوي 6. كده اتحولت الى ايه؟ معادله. فانا هحول عمليه الجمع من جمع الى طرح. يبقى الواحد هيطلع بره اشاره مختلفه، يعني هنا سالب تبقى موجب. يبقى اكس يساوي 6 زائد 1 بيساوي 7. وهنا جبت قيمه اكس ب7. وكده تبقى خلصت المساله. تعال نحل مثال تاني. مثلا مثال زي هنا، زي رقم 6. هحله ازاي؟
هقول ان انا هضرب الوسطين والطرفين في بعض. طيب يبقى هقول له 2 في 3 يبقى ب زائد 1 بيساوي 2 في 3 على ايه اللي المفروض يتضرب في ده الواحد، يبقى احط تحت واحد. طب مقام اي حاجة واحد ملاش لازمة، يبقى 2 في 3 ب6، يبقى ب زائد 1 بيساوي 6. طب الواحد ده يروح بإشارة مخالفة، هتبقى ب بيساوي 6 - 1. 6 - 1 كام؟ 5، يبقى ب ب5. تمام. دي طريقة للجمع والطرح. طب لو انا جاتني عملية ضرب زي كده مش هعمل ايه؟ تعالى معايا هقولك. دي اتفهمت؟ لو جاتني عملية ضرب زي كده هعمل ايه؟ هضرب عادي يا ولاد. هقول له 8 في 3 اكس، هي اكس اهي عشان تعرفوا الفرق بين الاكس وعملية وعملت والفي اللي هي علامة الضرب، ضرب 12 في 16. لما يكون الاكس فيها عامل مضروب بضرب ال3 في 8 عادي ب24 اكس بيساوي. اضرب اخليهم دول زي ما هما كده. ليه مش ما ضربتهمش في بعض؟ لا، هستختصر على نفسي واقسم احسن ما اقعد اضرب وضيع الوقت في الضرب. هقسم هنا على 24، هنا على 24، هنا على 12 فيها الواحد، يعني سوري فيها الاتنين، هنا على 12 فيها الواحد، على الاتنين فيها الواحد، 16 على الاتنين فيها التمانية. انا بحب الاختصارات، و24 على 24 فيها الواحد، يبقى اكس بتساوي ايه؟ 1 في 8 ب8. في المقام واحد ما بكتبوش، يبقى اكس ب8. اكس بايه؟ ب8. انا كده جبت قيمة اكس. طيب لو انا جاتني سؤال زي السؤال 4 كده وجاب لي بالنسبة في الصورة دي a الى 16 بيساوي 5/4. هنا معناها a على 16 بيساوي 5/4. دي الصورة دي هي نفس الصورة دي زي ما حكيت في الشرح. يبقى اول حاجة عشان احل، لا اضرب الوسطين في الطرفين على طول، لا اضربهم في بعض زي كده. بضرب ايه يا ولاد؟ بضرب الايه في 4 وال5 في 16. يبقى اهو a في 4a، بكتب 4a على طول من غير علامة الضرب لان خلاص ال4 بقت معامل الايه كده، بيساوي 5 في 16. هقسم هنا على 4 وهقسم هنا على 4. 4/4 فيها الواحد، و16 على 4 فيها 4. 4 في 5 ب20، يبقى A بتساوي 20. عرفنا لما بنحل ازاي بنحل بالشكل ده، بضرب الطرفين في بعض والوسطين في بعض، هي عادي مفيش اي مشاكل. طب لو جبت مسألة زي كده هعمل ايه؟ ثواني. هعمل زي ما انا بعمل، اقول له واي في واي، واي في واي بيساوي 8 في 2، 8 في 2. واي في واي بواي أس 2، واي في واي بواي أس 2، و2 في 8 ب16. هل المسألة كده اتحلت؟ أنا جبت قيمة واي؟ لا، ما لسه ما جبتش قيمة واي. بعمل إيه؟ بقول بحاجة اسمها بأخذ الجذر التربيعي. الجذر التربيعي اللي هو الجذر ده بأخذ للطرفين. فأنا أقول له جذر، عايزة مساحة ثواني. لما اخد الجذر هعمل ايه؟ الجذر يا ولاد فاكرين الجذر واي أس 2 بيساوي 16 جذر 16. طيب الواي مع الأس 2 مع الجذر يروحوا مع بعض، تفضل لي واي. جذر 16 يعني ايه؟ 16 عدد اضربه في نفسه يديني 16. 4 في 4 يبقى الإجابة 4. طب الإجابة 4. طب هل أنا استفدت إيه من جملة إن واي عدد صحيح موجب؟ لأن يا مس أنا واخد إن الجذر التربيعي ليه إجابتين، واحد موجب وواحد سالب، وهما موجب 4 وسالب 4 المفروض. يبقى أنا هختار أنهي إجابة فيهم، السالبة ولا الموجبة؟ لا، ما هو وضح لي هنا قال لي عدد صحيح موجب، يبقى هو عدد موجب اللي هو إيه؟ الأربعة، مش هاخد السالب 4. دي الفكرة دي. انا بحاول اجمع لكم كل الافكار اللي ممكن تطرح في الدرس ده عشان ايه؟ يبقى جمعنا كل الافكار في الدرس واحد.
لو جاني سؤال برضو زي كده، التفكير إبداعي، إذا كان 15% من الإكس يساوي 20% من الواي، فكم تساوي إكس إلى واي؟ عايز النسبة بين إكس إلى واي. تمام. هنترجم السؤال جزء جزء. أول حاجة قالك 15% من إيه؟ من إكس بيساوي إيه؟ 20% من واي. 15% من إيه؟ من إكس، يبقى 15% من إكس بيساوي 20% من الواي، يبقى ده بيساوي 15/100. إكس بيساوي 20/واي اللي هي 20/100. طيب هعمل ايه بعد كده؟ هقول له هنا هحاول على قد ما اقدر ان انا ايه، اخلي الاكس والواي لوحديهم والاعداد لوحديها. هعمل ايه طيب؟ هبسطهم دول، يعني احاول ابسطهم. هقول له هنا المقام 100 وهنا المقام 100. طب يبقى انا هضرب فوق هنا في 100/1، وهنا هضرب برضو في 100/1. ليه؟ عشان اطير ال100 دي اكس مش علامة الضرب، عشان تعرفوا الفرق بين الاكس وعلامة الضرب. بحبرها لكم جامد. تمام. طيب بعد ما اعمل كده اقول ال100 دي تطير مع ال100 دي، وال100 دي تطير مع ال100 دي، يفضل ايه؟ 15 اكس و20 واي. بعد كده هعمل تبادل. ازاي؟ هقسم هنا، هخلي الاكس زي ما هو عايز النسبة من اكس الى واي، عايز النسبة الى اكس الى واي، يعني اكس هي الاول، يبقى اكس خليها زي ما هي، وهقسم هنا على 20 او سوري على 15 واي. 15 ايه؟ واي. هاخد العامل هنا بتاع الاكس وهاخد الواي تحت، عشان انا عايزه الواي هي في البسط. طب وهنا هقسم برضو على 15 واي، نفس اللي قسمت عليه هنا هقسم عليه هنا. طب اشمعنى 15؟ انا عايزه اخلي الاكس لوحديها واخلي الواي تحتيها. طب 15 على 15 يروح مع بعض، تفضل لي اكس على واي تساوي الواي تروح مع الواي، وهنا على 5 فيها 4 وهنا على 5 فيها 3، تبقى يساوي 4/3. 4/3 يبقى اكس الى واي بيساوي 4/3. فهمتوها؟ يبقى اكس الى واي بيساوي 4/3. يلا كده اخر سؤال معانا. قبل ما اخد اخر سؤال، اتمنى تعملوا الاشتراك في القناه واعجاب بالفيديو، وتنسوش ان انتوا ايه تحلوا المسائل اللي بسيبها لكم وتكتبوها لي في التعليق، واكتبوا لي في التعليق ايه اكتر حاجه عايزين احلها لكم. تمام. طيب اشترى عمر 8 تفاحات بمبلغ 60 جنيها، فكم تفاحة من نفس النوع يمكن أن يشتريها بمبلغ 150 جنيه؟ أول حاجة 8 ب60، يبقى أول حاجة هنا الجنيهات من تحت، يبقى هنا هكتب الجنيهات قصاد الجنيهات، يعني الفلوس قصاد الفلوس، الكم قصاد الكم. هنا طبعا مش عارفة، هحط اكس. انا مش عارفه كام كيلو اللي هما ال8 كيلو خدهم، او ال8 تفاحات سوري، ال8 تفاحات خدهم ب60، فانا مش عارفه كام تفاحه خدهم ب105. هعمل ايه؟ هضرب مقصات، اللي هو بضرب الوسطين في الطرفين اسويهم ببعض، يبقى اقول له 8 في 105 و60 في اكس. انا هقول على طول اكس بتساوي 8 في، امسح دي، في 105/60. هبسطها اكتر على نفسي، هقسم هنا مثلا على 5 فيها 12، هنا على 5 فيها 21، هنا برضو ممكن اقسم على 3 فيها 4، هنا على 3 فيها 7، هنا على 4 فيها 1، هنا على 4 فيها 2. بقسم نفس العدد فوق وتحت لغاية ما اوصل لبسط صورة. 2 في 7 ب14، يبقى الإجابة 14. يبقى 14 تفاحة ب105 جنيهات. كده أنا خلصت. أتمنى تكونوا استفدتوا، وأتمنى تكون المعلومة وصلت بشكل صحيح، وأتمنى إن انتوا
تكونوا استفدتوا اكبر قدر من المعلومات. لو في اي سؤال أو في اي حاجة عايزين تسألوها ابعتوها لي في التعليقات، وانا هكون معاكم خطوة بخطوة. شكرا لكم يا صف اولى اعدادي، واتمنى لكم التوفيق يا رب. شكرا.